السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل قطع الفراخ الكريسبي بطريقة سهلة وبسيطة، والرز الريزو كمان. معانا هنا صدرين فرخة كده، هنقطعهم قطع مربعة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنشتريهم كده من بتاع الفراخ، واحنا بقى نقطعهم بالشكل اللي احنا عايزينه والسمك اللي احنا عايزينه. نفس القطع اللي انتوا شايفينها دي هتقطعوها تبقى قطع كده مليانة شوية وفي نفس الوقت صغيرة يعني. عايزة اقول لكم من احلى الوصفات اللي ممكن تعملوها واسهل واسرع كمان. بعد كده بقى هنتبلهم، هنحط فنجان من اللبن وفنجان من المية على الصدرين اللي انا قطعتهم دول. دي التتبيلة بتاعتهم. وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقتين صغيرين من الثوم البودر والبصل البودر وطبعا الملح، وهنقلبهم كده في بعض. بس كده هما دول التتبيلة بتاعة الفراخ الكريسبي. وهنحط فيهم بقى الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وكل بقى ما تقعد اكتر في التتبيله كل ما هتبقى احلى، بس ما تقلش يعني لو انت مستعجله ما تقلش عن 3 ساعات او ساعتين. اقل من كده مش هتبقى حلوه، يعني لازم تبقى التتبيله كده حلوه فيها، مش اقل من كده. بعد كده حطينا بقى نعمل الرز الريزو بطريقه سهله جدا. حطيت التوابل بصل بودر وكركم وكاري وفلفل اسود وبابريكا، وحطيت مرقه دجاج زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبهم مش هنكمل 5 ثواني. بعد كده هننزل العسل الاسود، هننزل حوالي معلقتين كبار او 3 معالق كبار من العسل الاسود، وهنحط 3 معالق كبار من الكاتشب. ده الرز الريزو بطريقة سهلة جدا. هو بيبقى يعني في خطوات اكتر من كده، بس صدقوني الوصفة بتاعته دي سهلة جدا وبسيطة. وبيبقى انا مختصره لكم المقادير والتوابل يعني الوصفه الاصليه بتحط فيها 5 مكعبات مرقه دجاج وصويا صوص ومش عارفه ايه. فبصراحه كده انا عاملاها اقتصاديه شويه، بس والله انا جربت الطريقتين نفس النتيجه، بل يعني دي اخف كده بصراحه، يعني هاديه كده على القلب يعني. بعد كده بقى نزلنا الرز شوحنا مع الزبده والتوابل اللي احنا حطيناها، واول بقى ما ياخد حرمشه كده شويه نروح منزلين عليه الميه المغليه. ونظبط طبعا مقدار المية، 1.25 كوباية على كل كوباية من الرز. طبعا نظبط الملح بتاعنا ندوق، وأول ما الرز يتشرب هنوطي عليه زي الرز العادي بالظبط. هنا بقى جبنا كوباية من الدقيق ومعلقتين من النشا، ده بقى الغلاف اللي هنقلي بيه الفراخ. وانا بفتكر معاكم بقى التوابل كده، وحطينا رشة من البابريكا نفس التوابل بتاعت تتبيلة الفراخ. انا عايزة الغلاف اللي بره ده يبقى نفس طعم التتبيلة يعني. وحطينا حطينا بصل بودر، وحطينا رشة من البيكنج باودر، ده بقى زيادة علشان نخليها لي بقى نفشة كده الكراست او الغلاف اللي بره ده يبقى ماسك نفسه كده ومخلي القطع حلوة. شلنا بقى الفراخ من التتبيلة، وهنخلي المية بتاعت التتبيلة دي. هنجيب بقى القطعة، طبعا احنا بنسخن كده الزيت على النار. هنجيب القطعة ننزلها الأول في الدقيق، وبعد كده نرجعها في المية بتاعت التتبيلة، وهنرجعها تاني في الدقيق. بس كده هما المرتين دول بس، ما نكترش من الغلاف ده علشان ممكن يتقل معايا وهيقع مني. وفي نفس الوقت يعني تبقى القطعة كده ايه، يعني في تناسق بين الكراست او الغلاف وقطعة الفراخ. هنخلص بقى الكمية اللي احنا عاملينها. طبعا كمية الدقيق دي مش هتكفي كمية الفراخ، انا يعني محمرتهاش كلها ساعتها. ونقعد بقى ننطرها كده زي ما انتم شايفين عشان تديني الكرمشة بتاعت الفراخ الكريسبي دي. هننزلها على زيت سخن، وبعد كده هتبقى نار متوسطة، ولا عالية قوي ولا يعني واطية قوي، نار متوسطة. عشان لو عالية قوي هتنشف وهتبقى نايمة من جوه، ولو نار واطية يعني هتبقى طرية بقى، هتخليها طرية وتنزل السوائل بتاعتها كلها. نقعد بقى نقلبها كده، نحركها 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 علشان تبقى كلها لون واحد، ما نسيبهاش تستوي من ناحية ونقلبها الناحية التانية زي البانيه، لا نقعد نحرك فيها كده لان هي قطع صغيرة يعني. بعد كده بقى هنطلعها لما تدينا اللون بقى الحلو اللي احنا عايزينه.
هنطلعها على مصفى، بلاش نحطها على منديل علشان المنديل هيطريها، والغلاف اللي بره ده هيلزق في المنديل، مش هتبقى حلوة خالص يعني. هي بقى لازم كده. طبعا هي كده مش صحي قوي، وهي الاكله كلها يعني مش صحيه 100%. بس طبعا احنا مش هناكلها كل يوم. يعني حلو قوي لو مرتين فرح عيالك في الشهر كده تعمليها او مرة، لان طبعا كتر المقليات بتقلل التركيز وليها اضرار كتير. ما نكترش في الحاجات دي طبعا، والافضل ان احنا نعملها في البيت احسن ما نشتريها من بره. هنشوف بقى الوجبة هنا بعد ما اترصصت كده بقى وعملتها الرز وغرفته بقى والكاتشب هنا معانا. عايزه اقول لكم الوجبة دي لو اشتريتوها من بره، طبعا انتوا عارفين هتشتروها بكام بالكمية دي. طبعا انت عاملاها في البيت بقى حاجة نظيفة انت اللي عاملاها، هتنبسطي منها قوي، جربيها مش هتندمي. بس طبعا لو انتي اتفرجتي على الفيديو وصلت لغاية هنا، ما تنسيش اللايك والاشتراك وتعليقك، ايه اللي هيفرحني. وسلام عليكم وباي باي.